ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمة ودي قناتي، وبتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس اوعي تنسيني من لايك شير سبسكرايب وكومنت حلو منك في دعوه حلوه ليا. وما ننساش نصلي مع بعض على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونبدا على فيديو النهارده ونسمي الله كده اهوت. بصوا، عايزه اعمل معاكم اوضتي، بس في نفس الوقت قلت لا، انا هخلص لهم الشقه نظيفه، بس هخلص لهم ديت لاني الصاله بتاعت التوزيع الصغيره دي يعني هي يعني برضو منظر، فاهمني؟ وقاعدين بيقعدوا فيها وكلام من ده. انا دلوقتي مشغله لهم التلفزيون بره، وسايباهم بقى كده مع نفسهم ومع الانسه بتاعتي اللي هتدور عليا وتخش لي بالمشيه لحد جوه. ما ينفعش اغيب عن عينيها لحظات، فاهمني؟ إيه. بصوا، انا بشيل اي دفايه او اي حاجه من على الكنبه وانفضها عشان فرافيت اكل الكلام من ده. مش عايزه اشيل الكسوه من على الكنبه. فكرت كتير اشيلها واغسلها واشيلها، بس الصراحه مش عارفه، حاساها بدفى. كده كده لو هشيلها معاكم يعني. بس فبرضه فكرت ان اشيل الدفايه واخلي الكسوه بس مش عارفه، عايزه دفى برضه الدنيا ساقعه. وبعدين احنا عندنا في الساحل الجو ساقعه اضعاف من اي مكان تاني. اي مكان تاني مثلا في عماير حاجات بتدفي جنب بعضها كلام من ده. غير عندنا الدنيا فاضيه. كان انا بصور لكم البلكونه دي والبلكونه دي قدامي فاضي خالص، واصور لكم برضو في الفيديو النهارده الناس الجديده اللي عندي في القناه. وانا بنشر من البلكونه بتاعت اوضه النوم، هتشوفوا برضو ايه الخلاء اللي قدامنا. الدنيا فاضيه خالص، مفيش بيوت، وانا مفيش جنبي لا بيت من هنا ولا من هنا. فهو قدامي في عماره في ظهر الكاميرا دي على طول، اللي هي البلكونه اللي على الريسبشن، بس مش متسكنه تعمل ونس تعمل ده. ففاضيه من يوم ما اتعملت وهي فاضيه، فاهميني؟ وبعيده، مش في وش عدل، بعيده عني شويه، والناحيه التانية على خضره. فالجو يا جماعه لا لا صعب جدا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله اللي احنا فيه نعمه ورضا برضه. بصوا بقى، بمسح كل حاجه كده. مش عارفه، حاسه ان السجاده ملوحه، قلت اعدلها. من كتر ما احنا ماشيين رايحين جايين هنا اهوت بتتحرك من مكانها. هي الكنبة عليها من ناحية ومن الناحية التانية لا. عايزة بس ربنا يسهل بس كده اهوت. انتوا عارفين حاجة كل شوية في الغالي، كل ما انوي على حاجة الدنيا بتغلى زيادة فمتكتفة. عايزة اجيب سجادة حتة واحدة هنا، بس المشكلة ان المسافة هنا كبيرة. يعني ما تاخدش سجادة 2 في 3 تبقى صغيرة. يعني هي طولها 3 متر ولا 4 متر. 4. يعني طول الحمام والمطبخ 4، وحتى الأوضة اللي هي في ظهر الكنبة دي 4 متر بالظبط. هي طولها 4 متر، في العرض بتاعها 2 متر 80. فطبيعي مفيش سجادة كده خالص. فكرت اجيب موكيتا، فمش عارفة. مامتي وحماتي الصراحة عندهم حق، قالوا لي موكيت لأ. اصل كده كده هكلف، فالموكيت مش هيعيش معايا زي السجاد، فاهمين قصدي؟ ما هم عندهم حق. يعني انا ماما لما بتجيب موكيت او حماتي او كده، هو وقت معين الموكيت، ولما بتيجي تشيليه بتلاقي تحت منه تراب. زي ما انتوا كده شايفين بتاع اوضه النوم وبتاع المطبخ. منين ما اشيله بيعمل ترابه بيضه كأني رملة بحر. فانا مش عارفه بقى الصراحه، بس انا نفسي اقفلها كلها. لان دي صاله التوزيع بتاعت الشقه كلها، فبحسها ساقعه، مش عارفه ليه. المهم ربنا يسهل بس كده اهوت، واجيب لها حاجه حته واحده ان شاء الله، او سجاده كبيره، لان دلوقتي بيظبطوا في مقاسات السجاجيد. بيعملوا سجاجيد صغيره قوي علشان خاطر الشقق الجديده، وفي نفس الوقت بيعملوا سجاجيد مش رسمي 2 في 3 و3 في 4 والكلام ده كله يعني. هتلاقي 2.5 في 3.5، هتلاقي مقاسات اكبر، طلع مقاسات جديده بقى لها كام سنه كده اهوت، قريبه 3 سنين ولا 4 سنين. فممكن الاقي بقى ايه المقاس ده ان شاء الله، ربنا يسهل. المهم خلصت لهم الصاله بره عشان يبقى كله بره نضيف وزي الفل. بصوا بقى هنا، دخلت على الاوضه بتاعتي. طلع كل حاجه هويها بره. عايزه اغير الملايه، عايزه اشيل البطانيه اللي انا حطاها تحت الملايه. انا بحط بطانيه تحت الملايه اللي هي البطاطين. بصوا انا ما اعرفش اسمها، البطاطين العاديه. احنا عامه كنا بنقول مسمينها البطاطين بتاعه الجيش، عشان اول مره كنا شفناها لما خالي دخل الجيش، كانوا بيسلموه كتير بقى. بصوا يا دي بحدف المخده راحت جايه عليها، بصوا اتنطط، فكرتني بلعبها بتلعب بيها. إيه. انا لما بفرش بقول لكم البطانيه على المرتبة على طول تحت الملاية بتعمل دفى. مش عارفة ليه بحسها قوي كده، جربوا الحكاية دي. أوضة الولاد هي قطن،
المراتب قطن، فعامله دفى لوحدها. وبعدين انا اوضه الولاد عندي كسوتين ليها، يعني عندي كسوه مرتبه صيفي وكسوه مرتبه شتوي، اللي اصلا متجوزه بيها كانت شتوي، وبعدين فيما بعد جبت كسوه تانية. بس طلعتها برضو كده تتشمس، الجو شمس ما شاء الله اللهم بارك، بقاله كام يوم يا رب كده ايه، ديمها علينا نعمة. انا ماليش في الشتاء، انا مش شتوية انا يا جماعة، ما بحبش الشتاء، بحب الشمس، بحب الحركة. بس هسيب السرير يتهوى شوية والمرتبة كده اهوت، بصوا ديت شايفة الكاميرا. هسيبه بقى يتهوى خالص لحد لما اخلص. لو وصلت لحد هنا من الفيديو انا بقولك شكرا ان انت وصلتي لحد هنا، وعايزين تسيب لايك وكومنت حلو منك كده، وقولوا لي عايزين تشوفوا ايه تاني في القناه، تصوير كده اجيبكم ولا لا، القناه فيها حاجه مضايقاكم، فيها حاجه بسطاكم، قولوا لي كل حاجه في الكومنتات بتاعتكم. بصوا بقى السرير دوت بابا فرده من فتره بسبب ليان، عياط عياط عياط، بتيجي بالليل بتبقى رافضه السرير ورافضه الاوضه، عايزه تنام بره، عايزه تنام مع اخواتها، مش عايزه تنام هنا خالص. ففي يوم وهي تعبانه الكلام ده، راح فتح السرير. انا مش بفتح السرير كتير لانه انا ما بنيمش اطفال في السرير، فهو مش عملي بالنسبه لي. آه، بس حلو يعني، فاهمين قصدي، انا بحبه معرفش ليه، او يمكن بحبه عشان ده هديه ماما واختي ليا. ما حملت في زيزو، ماما خدتني وقالت لي تعالي انا واختك هنجيبولك سرير وتعالي نقيه، فنزلت في فتح الله ونقيته، فاكره اليوم ده كويس قوي. بس بصوا هو بيتضمش، المرتبه دي بتاعته كانت خفيفه قوي، انا حاطه لها اسفنجه كبيره كمان. فبصوا الحته اللي جنب بين الدولاب والحيطه انا سايبه حته بتاعت 30 سنتي 35 سنتي، حته كده لما بتضم بتاخد حاجات، هتشوفوا في اخر الفيديو واخده حاجات كتيره. وبعدين الحته اللي انا سندها على السرير دي اللي في ايديا لسه واخداها، دي حته جلد انا قصيتها من الستاره بتاعت البلكونه، كانت طويله قوي تقريبا، كانت قربت مش توصل للشارع، بس نازله كتير قوي. فانا ببقى محتاجه ان انا الغسيل يخش له هوا من تحت مش من الجوانب بس. بس الصراحة الستارة يعني حلوة في الشتاء وحلوة في الصيف، لان شمس الصيف بتحرق الهدوم والملايات، بتشيط، فاهمين، تمسكي الحاجة تلاقيها عملت فتحت في ساعتها. فهي حمياني كتير الستارة دي، ومش عايزة اشيلها، بابا كان عايز يشيلها زي التانية عشان ما تتقطعش. لو تركزوا عليها وانا بنشر ما تشوفوا هتلاقوها منسلة كده، باحاول اعدل فيها. بس الصراحه مش عايزه اشيلها لان حمياني ونفعاني، ساعات انا بطلع البلكونه من غير طرحه، ببقى مستعجله بتاع، ف ببقى واثقه ان محدش في وشي شايفني، لكن اللي من هنا واللي من هنا في بعد، تبقى الدنيا جايه لهم ضلمه، ما يكشفوكيش قوي يعني. ماشيه انا بالرياشه على كل حاجه، حتى الدولاب بتاعي كله كده عشان يبقى ايه، خلصت منه. ابدا بقى ان انا افرش السرير بتاعي كده، خلصت. طبعا مش هننسى واحنا شغالين مع بعضينا الاستغفار. لوجي كل شويه تقولي ماما انا عايزه اساعدك، يا ماما انا عايزه اساعدك. انا عايزه اقول لكم وانا بعمل الاوضه بتاعتي وكده اهو، طبعا المفروض ان انا الصبح ما بقوم اطبق لهم البطاطين بتاعتهم كده، قالت لي لا ما تدخليش الاوضه، انا عملتها. لقيتها فعلا امبارح والنهارده هي اللي مظبطه الاوضه بتاعتها بتظبط الغطيان، تفرده مع السرير، هي على قدها. ساعات بخش اعدل من ورا منها، وساعات بعدل قدام عشان تبقى عارفه، وساعات بسيبها بعديها لها علشان تبقى في عندها ثقة في نفسها شوية، لان كده كده هيجي عليهم وقت مش هيبقوا مستحملين اصلا طلب مني، كلنا كنا في نفس الموضوع دوت، مش هيبقوا عايزين يعملوا حاجة في البيت، بيبقوا رافضين ده، هي بتبقى مراحل، فمش عايزة ازعلهم يعني وكده. بصوا بقى حتة الفوطة اللي انا حطاها على الخشبة السرير كده، لو عندكم حد طويل بيخبط في الخشب اعملوا الحركة دي. بس بابانا قال لي لا حطي لي حاجة هنا اهوت، فحطيت له دي بقى كده، مش بستخدمها اصلا الفوطه دي، فاستغنيت عنها يعني، خلاص بقت محطوطه هنا. بس سبت برضو المخدات بره تتشمس شويه كده وتتهوى، وابتديت بقى ان انا ايه البسهم، مش هندخل البطاطين دلوقتي، هسيبهم، الشمس حلوه النهارده وانا مرتاحه لها. بصوا النهارده هعمل اكل ايه، انا قلت بس اعرفكم، بس مش في الفيديو ده يعني، انا مش مصوراه الصراحه. إيه عامله النهارده سمك المحرات، وعامله الرز الاحمر اللي بالبطاطس كنت عملته معاكم قبل كده، وايه تاني، وهعمل سلطه، لان عملت بفتكر احنا اتغدينا ايه يعني، فاهمين، عملت سلطه ورز احمر
وعملت كان عندي بابا غنوج المره اللي فاتت لما عملتها معاكم. بس كده ما عملتش لا بطاطس ولا بتنجان ولا الكلام ده كده كله. ودي كانت غدوه النهارده بس. الحمد لله يعني. عايزه اقول لكم انا لولي بتعيط بره. بصوا اول ما شغلت المكنسه يا قلبي اتفزعت صرخت جامد. شلتها بصوا هنيمها على السرير هتفضل تعيط. هيجي زيزو الام البديل بتاعي والله ده على طول مسميه هتنام. بصوا ركزوا اول ما هيسيبها هتنام مع ان المكنسه شغاله. والله روحها في بيعرف ينيمها. والله العظيم ربنا يبارك لي فيه يا رب. بصوا انا بقى لما هخلص كده اهوت وهطبطب عليها هتقوم تتفزع. ربنا يهديهم. بص عماله تعيط بره وانا بسجل صوت مزولاهم. مزولاهم جامد. بص هنا طالعه بالغسيل كانت الغساله خلصت. بصوا هنا هتتفزع. بسم الله. فقلت لا خلاص هغطيها واظبط كل حاجه في مكانها قبل ما ادخل انشر وكده. كنت عامله دورة غسيل ابيض مرقداها من امبارح. بقول لكم امبارح قاعده بالليل بقول لبابا إيه فكر النهارده الحد من امبارح. اسفين على الازعاج الفيديو فصل عشان المكالمه بس معلش. وبعدين بقول له ايه بكره الحد مفكره من امبارح ان السبت. قال لي ماما اللي صباح علينا التلات انت في غيبوبه ولا ايه؟ مش مركزه خالص والله. بص بقى زي ما بقول لكم بص الستاره بدات تنزل ازاي وخصوصا ان انا مطلعه حبل بره وحطها في النص عشان ما تطرش فوق او تتقطع. فماسكاها بين الحبال كده. فبتنزل بقى كده ومش عارفه لان الشمس عندنا حاميه حاميه بقوه قوي. فبتاكل اي حاجه. ما بالكم بقى كان في الغسيل بتعمل فيا ايه عشان كده بقول لكم انا مش عايزه اشيلها هي حامياني. البطاطين مش هشيلها بقى دلوقتي خليها كده ايه لاخر النهار بس كده. خلاص خلصت خالص الحمد لله. سايبه البطاطين كده تتشمس. وادي الغسيل كله خلصته. حاسه ان الحبال واقعه على تحت مش عارفه ليه كده. جو حلو النهارده والشمس طالعه. النهارده بصوا. عايزه اصور لكم الخضره من تحت شكلها جميل أوي. دي الارض نفسها. في شجر زينه مزرع. وفي شجر التين هو اللي فاضي ورقه واقع ومفهوش تين. بيبدأ من شهر 3 كده ان هو يبدأ انه يفرع. بصوا فاضي ازاي. لكن النخل بقى وبقية الشجر موجود اللي هو شجر الزينة. بس كده تعالوا بقى نشوفوا جوه فيه ايه. انستي اللذيذة نايمة. اتفزع يا عيني وانا بكنس. الحمد لله. زيزو هو اللي نيمها. بس كده. تعالوا بقى انا اوريكم جنب الدولاب فيه ايه. بصوا جنب الدولاب مسافة حلوة. انا بضم السرير وبحطه هنا سرير البيبي. وبتاخد كمان ترابيزة المكوى مروحة. ناموسيتين. بصوا القماشة الجلد اللي ستارة الجلد انا حاططها فين اللي انا قصاها من الستارة بتاعة البلكون. بس كده والصالة بره نضيفة وزي الفل. وصلت معاكم لاخر الفيديو. هتنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة منك ليا. واستنيني فيديو جديد ولا اله الا الله محمد رسول الله.